لو اول مره هنا على القناه فخليني اقول لك ان انا بغطي هنا القصه بتاعت انفينسيبل من الكوميكس. هتلاقي في فيديوهين شرحت لك فيهم البدايه، وتعالى كمل من اول هنا عادي لو انت حابب تسمع القصه دي. المهم بعد كده احنا المفروض اننا بنشوف مارك بيكون في عيد ميلاده وكل اصحابه ماشيين بعد الحفله وبيقولوا له ان هي كانت جامده جدا، وبعدها مارك بيقعد يتفرج على افلام مع ابوه. وده بالنسبه لديبي كان شيء جميل جدا، لان دي من اللحظات القليله اللي بتحسسها انه عندهم عيله طبيعيه فعلا. لازم نفهم ان ديبي عايشه مع جوز يعتبر نسخه من سوبرمان وابن تقريبا بقوه ابوه، فحياتها كلها عباره عن شغل ابطال خارقين طول الوقت، رايح جاي بيطير بينقذ العالم، معارك وكمان كوارث. ففكره ان هما يعيشوا كعيله طبيعيه اختفت من زمان. من اول ما ارتبطت بام نيمان وخلفوا مارك الحياه الطبيعيه يعتبر انتهت خلاص. علشان كده اللحظة اللي الأب والابن قاعدين فيها بيتفرجوا على الفيلم بتاع دي اوف ذا ديد كانت لحظة لطيفة جدا بالنسبة ليها. بعدها بنشوف إن بعد ما قتل الجارديانز على إيد أم نيمان، سيسيل بيروح لروبرت وكمان بيقول له إن لازم يتكون فريق جديد من الجارديانز. ومن أهم الحاجات اللي هنا واللي الكوميك ركز عليها أكتر من المسلسل كمان هي محاولة نولان إنه يعرف إزاي يقول الحقيقة لابنه. المسلسل خلاه يبان كشخص منفصل تماما عن المشاعر، وكل تصرفاته كأب أو زوج كانت كأنها تمثيل، وده علشان خاطر يندمج وسط البشر. لكن في الكوميك الموضوع أعمق شوية. نولان فعلا كان بيعاني وهو بيحاول يعرف ازاي يقول لمارك الحقيقة، وكان متوتر ومش عارف كمان يبدأ منين، ودي من الحاجات اللي الكوميك كررها أكتر وخلى الشخصية إنسانية شوية. وفي نفس الوقت بنشوف ان ايف معجبة جدا بمارك، بس طبعا بتعمل حركة البنت اللي بتتقل ومش عاوزة تقول اللي جواها بشكل مباشر. وبعد ما هما الاتنين بيتعاونوا ضد مجموعة السحال المجنونة دي ويشتغلوا سوا بشكل كويس، روبوت هنا بيجي ويقول لهم انه بيعمل اختبارات لاختيار اعضاء فريق جارديانز جداد. فبيطلب هنا من مارك ان ينضم ليهم، ومارك بيوافق فورا. وبعدها هنا بيبص لايف وبيسألها رأيها، وفجأة هي بتتعصب وبتطير وبتمشي. والسبب هنا ان هي كانت مستمتعه باللحظه اللي بينهم، لكن بدل ما تقول بصراحه ان نفسها يقعدوا ويتكلموا اكتر مع بعض، عملت الحركه الكلاسيكيه بتاعت انها تزعل وتمشي فجاه من غير ما حد يفهم مالها اصلا. فالموقف هنا كان مضحك شويه الصراحه. والحاجه المضحكه كمان ان المسلسل اتوسع جدا في مشاهد اختبارات الانضمام للفريق الجديد اكتر بكتير من الكوميكس. وده في الغالب راجع للفلسفه بتاعت روبرت كريكمان نفسها، لانه كان دايما بيقول وقت المسلسل بتاع ذا وولكينج ديد انه بيحب يستخدم المسلسل علشان يصلح او يطور حاجات ما كانش راضي عنها في الكوميك الاصلي. وده يمكن يكون واضح جدا هنا، لان في الكوميك الاختبارات تقريبا ما اتشافتش منها اي حاجه مهمه، وكل اللي بنشوفه تقريبا هو ان ريكس وكمان مونستر جيرل بيتخانقوا بعد ما بيبتدوا هنا يتكلموا مع بعض بغرور وكمان استفزاز، وهي حرفيا بتفشخه وتفهمه كمان حجمه الحقيقي. وده بصراحة يمكن يكون فعلا ريكس كان محتاجه عشان هو شخص يمكن يكون فقيع شوية. مارك هنا بيتدخل فعلا وقتها وبيضرب مونستر جيرل بعد ما شكلها كان بيبدأ يخرج عن السيطرة وكانها خلاص هتموت ريكس، وبعدها المشهد بيخلص تقريبا. وده كل اللي الكوميك بيقدمه عن الاختبارات. بعدها مارك بيتعرض عليه انه ينضم للفريق لو حابب، لكن هنا بنشوف فرق مهم جدا بينه وبين نولان. نولان اختار يبقى بطل العالم لانه ده اسهل طريق يخلي البشر يثقوا فيه، وبالتالي يسهل عليه بعد كده انه يمهد لغزو الارض من الفيلترومايتس والسيطرة عليها. وده كان جزء كبير من هدفه من البداية، غير احتمال انه كان عنده شوية نرجسية كمان. اما بالنسبة لمارك فهو شخص متواضع اكتر بكتير من ابوه، سواء بسبب تربيته او بسبب الناس اللي حواليه او كمان اصحابه، وعلشان كده هو بيهتم بحياته العادية والحاجة بتاعته الشخصية اكتر من فكرة انه يبقى اشهر بطل خارق او كمان عضو اساسي في الجارديانز. وفي النهاية الفريق الجديد بيتكون هنا من ماستر جيرل وكمان ريكس وكمان سامسون ودوبليكيت وراي. اما مارك فبيفضل عنده مكان مفتوح لو حب ينضم بعدين. بعدها بيحصل مشهد مهم جدا هيبقى ليه تأثير كبير بعدين في الكوميك، لما ايف بتشوف مارك وهو بيبوس امبر. المشهد صغير وبسيط لكنه مهم جدا بالنسبة لتطور علاقتهم بعدين. بعد كده القصة بتبدأ تنقلنا لوصول شخصية امورتال. امورتال هنا كانت بعث من جديد عن طريق التوأم مولر، بعد ما شوية أطفال لقوا جثته والتوأم استغلوا الفرصة علشان خاطر يرجعوه للحياة. وطبيعة بقى شخصية امورتال إن طالما راسه رجعت مكانها على جسمه يقدر يرجع للحياة تاني. احنا لحد دلوقتي ما نعرفش أصل قوته بالظبط ولا اكتسبها ازاي، لكن دي واحدة من أهم قدراته. في البداية هنا التوأم مولر كانوا عاوزين يستخدموه لمصلحتهم وحاولوا يزرعوا جهاز يتحكموا بيه في عقله، لكن الخطة فشلت. اول ما مورتن هنا صحي بالنسبه ليه كان حاسس انه لسه ميت حالا، فكل الذكريات رجعت له مره واحده. شاف الجارديانز وهم بيتقتلوا واكتشف في اخر لحظه ان نولان هو اللي قتلهم، وبعدها مات هو كمان. واول ما رجع للحياه قرر يروح مباشره ينتقم من نولان، وده بيقودنا لاهم نقطه هنا وهي المعركه اللي بتحصل بينهم الاتنين. المعركة دي ممكن بسهولة تخليك تفتكر ان الاتنين متقاربين في القوة وان هي مواجهة متعادلة فعلا، والفترة قصيرة هي باينة كده.
لكن الحقيقه ان السبب الرئيسي ان القتال شكله متكافئ هو ان نولان كان بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل اصلا. لو نولان كان هدفه الحقيقي انه يقتل امورتال كان خلص عليه فورا، واحنا شفنا ده قبل كده بالفعل لما قتله في ثواني. والموضوع هنا مش انه مثلا خده على غفله قبل كده، لا، اللي هيحصل بعد شويه هياكد ان نولان اقوى منه بمراحل. لكن امورتال هنا كان في قمه غضبه، وده مش مجرد غضبه بس، ده احساس بالخيانه والوجع. هو كان فاكر ان نولان صاحبه وحليفه، وفجأة بيكتشف انه قتل كل الفريق وقتله هو شخصيا كمان. المشكلة الحقيقة بقى ان مارك كان موجود وقتها وشاف كل حاجة بنفسه. بعد ما سمع ان ابوه داخل في معركة بيوصل وبيشوف نولان وهو بيقتل امورتال قدامه، وهنا نولان بقى بيبص له وبيقول له لازم نتكلم. ومن هنا بيبدأ اهم جزء تقريبا في القصة، قصد الفيلترومايتس الحقيقي. وطبعا اغلب الكلام ده الناس اللي شافت المسلسل عارفاه بالفعل، لان المسلسل شرح ان الفيلترومايتس تحولوا مع الوقت لعرق بيغزو الكواكب وبيسيطر كمان عليها. لكنهم ما كانوش بيروحوا لكواكب ويدمروا كل اللي فيها وخلاص، لا، كانوا بيدوا للشعوب اختيار، اما تخضعوا للامبراطوريه بتاعتنا او هنخلص عليكم. الناس اللي كانت بترفض كانت بتتمسح من الوجود بالكامل، اما اللي كانوا بيوافقوا كانوا بينضموا للامبراطوريه بتاعت الفيلترومايتس. وفي النهاية نولان بقى واحد من الجنود اللي مهمتهم يروحوا للكواكب المختلفة ويمهدوا لغزوها، والسبب الرئيسي لده كان عمر الفيلترومايتس طويل جدا. فبدل ما يبعتوا جيش كامل يغزو كل كوكب، كان الأسهل إن هم يبعتوا فرد واحد يتسلل للمجتمع ويجهز الدنيا من جوه. وده كان منطقي أكتر كمان لأن عدد الفيلترومايتس قليل أصلا، فما كانش ينفع يحطوا كل قوتهم في غزو واحد. بمعنى تاني كانوا بيوزعوا المخاطرة. لو الفيلترومايتس هنا كلهم اتبعتوا مثلا لكوكب معين اتهزم أو اتقتل، الباقيين هيعرفوا مستوى قوة الكوكب ده ويخططوا بناء على ده. ممكن وقتها يقرروا يبعتوا قوات أكتر أو حتى الإمبراطورية كلها حسب الموقف. وبرضه لازم نوضح إن ده مجرد جزء من أصل الفيلترومايتس، لأن لسه في تفاصيل أكبر وأعمق بعد كده. لكن المهم هنا إن نولان أخيرا بيكشف الحقيقة كاملة لابنه، بيقول له بشكل صريح انه كان بيخدعه طول السنين دي كلها، وانه وصل الارض كمان اصلا كمحتل ومجرم، ومهمته كانت يمهد الطريق علشان الكوكب يتم غزوه وكمان يتحكم فيه. لكن بعدين قابل مارك وانقذها، ولانه وقع في حبها، او بمعنى اصح لانها كانت جميله جدا بالنسبه له، يعني بدا كل شيء يتغير. يعني بكل بساطه نولان بيقول لمارك انه ارتبط بامه وعلاقتهم قربتهم من بعض جدا، وبعدها مارك اتولد، ومن هنا كل حاجه بدات تتغير. ومع الوقت بدأ يظهر أبطال خارقين تانيين لأسباب مختلفة، وكونوا بعد كده فريق جارديانز. لكن مهما القصة اتقالت بأي طريقة، الحقيقة الأساسية كانت واحدة، إن نولان اتبعت للأرض علشان يتسلل ليها ويمهد كمان لغزوها. لكن في حاجة اتغيرت فعلا، نولان نفسه اتغير. هو طول عمره كان مجرد سلاح، مجرد جندي بينفذ أوامر من غير أصلا ما يفكر، كل حاجة بالنسبة له كانت غزو وسيطرة وخلاص. لكن فجأة بدأ يحس إن في معنى أكبر للحياة من مجرد احتلال الكواكب باسم إمبراطورية ضخمة. لما بقى عنده زوجة وابن وعيلة بدأ يحس بقيمة حقيقية لحياته. وده حتى الشيء اللي اعترف بيه مارك، إنه رغم قوته وكل كمان اللي حققه كفيلترومايت كان دايما حاسس إن في فراغ جواه، حاجة ناقصة. لكن وجود ديبي ومارك خلاه يحس لأول مرة إن حياته لها معنى فعلا. ومع كل الحب اللي بقى حاسه تجاه مراته وكمان ابنه، لسه في النهاية متمسك بالعقيدة بتاعت الفيلترومايتس. والحاجة الوحيدة اللي منعاه إنه ينحاز لعيلته بالكامل ضد الإمبراطورية هي فكرة عمره الطويل جدا. هو مقتنع إن مهما حب أي شخص في النهاية هيعيش أكتر منه وهيشوفه بيموت قدامه. وبالنسبة ليه ده معناه إن أي علاقة في الآخر ملهاش قيمة حقيقية لأنها مؤقتة. والشرح هنا جميل جدا بصراحة، لأن الفكرة دي غالبا مجرد آلية دفاع نفسية عند نولان. هو بيقنع نفسه إن مفيش داعي يتعلق بالبشر لأنه في الآخر هيخسرهم كلهم. لكن دي مش طبيعة الحياة أصلا، حتى البشر العاديين ما يعرفوش بكرة مخبي إيه. ممكن أنت وصاحبك مثلا تنزلوا الشارع بكرة وفجأة يحصل حادث ويموت. واللي بيخلي العلاقات ليها قيمة فعلا هو إننا عارفين إن هي مش مضمونة للأبد. الذكريات واللحظات اللي عشناها مع الناس هي اللي بتدي الحياة فعلا معناها. لكن نولان بيهرب من كل ده، بيقفل على نفسه، مش بيسمح لنفسه يتعلق بالكامل بالبشر، علشان لما يجي اليوم اللي دي بتموت فيه مثلا يقدر يقنع نفسه ان ده السبب انه ما يدخلش في علاقات حقيقيه من البدايه. هو مركز على فكرة الخسارة أكتر من قيمة اللحظات نفسها، وده اللي مخليه عالق بين شخصيته كفيلترومايت وكمان بين إنسانيته اللي بدأت تظهر. وعلشان كده لما بيكلم مارك بدل ما يقوله أنت ابني وأنا بحبك وكمان مش مهم إمبراطورية الفيلترومايتس إن شاء الله حتى تولع، لا، هو هنا بيختار الطريق التاني تماما. هو بيقول إن هو قتل الجارديانز علشان خاطر يضعف دفاعات الأرض، وإنه دلوقتي محتاج مارك يقف معاه علشان يجهزوا الكوكب لغزو الفيلترومايتس. لكن مارك بيرفض تماما وبيقف ضد ابوه مباشره، وده بالنسبه لمارك كان خيانه ضخمه جدا، لان ابوه بالنسبه ليه كان مثله الاعلى. وزي اي شخص عنده علاقه كويسه مع والده، احنا غالبا بنبص للاب على انه نموذج اللي نتعلم منه يعني ايه تبقى راجل وازاي تتعامل مع الحياه كمان.
واحنا بنتعلم من اهلنا ازاي نبص للعالم وايه الصح والغلط من وجهة نظرهم، وبعدين مع الوقت بنكبر ونختلط بناس اكتر ونبدأ نقارن بين المبادئ اللي اتربينا عليها وبين افكار الناس اللي حوالينا. ومن هنا شخصيتنا الحقيقية بتتكون، بناخد شوية من اهلنا وشوية من تجاربنا وشوية من الناس اللي بنقابلهم، وده اللي بيخلينا نتطور كبشر بدل ما نفضل ثابتين طول عمرنا. بالنسبة لمارك، حياته كلها علمته ان ابوه شخص عظيم، بطل حقيقي حامل الارض وانسان محترم جدا حتى على المستوى الشخصي. وفجأة بيكتشف إن كل ده كان كذبة، إن أبوه في الحقيقة مجرم ومحتل واتبعت للأرض علشان يسيطر عليها، والأسوأ إن عاوز ابنه يساعده يعمل ده كمان. ونولان كمان بيحاول يقنعه إن علاقاته بالبشر ملهاش قيمة، إن صداقاته وحبه لأمه وكل الروابط دي مجرد أشياء مؤقتة ملهاش أي معنى. حتى دي بنفسها بالنسبة لنولان مجرد كائن هيعيش شوية ويموت وبعدها كل حاجة هتنتهي، وده لأنه دايما مركز على فكرة الفقد والخسارة بدل قيمة اللحظات نفسها. لكن مارك بيرفض التفكير ده تماما، هو شايف نفسه انسان قبل اي شيء وشايف نفسه بطل حقيقي بيدافع عن الناس. وعلشان كده بيقف قدام ابوه بيقول له دي ارضي ودي حياتي ودول اصحابي ومش هسمح لك تدمر اي حاجه منهم. ومن هنا بقى بتبدا المواجهه الحقيقيه بينه وبين نولان، واللي بيحصل بعد كده يعتبر من اعنف واقصى الضرب اللي حصل في تاريخ الكوميكس فعلا. وانا شايف ان المسلسل مهما كان جامد ما قدرش ينقل الاحساس ده كامل زي الكوميك، لان نولان حرفيا بيفشخ مارك، بيضربه لدرجه ان طياره داخل مبنى كامل والمبنى ده بيقع بكل اللي جواه وناس كتير بتموت، وبعدين بيبص له وكانه بيقول له لسه مش فاهم؟ العالم ده اصلا مش بتاعك. مجرد ضربه واحده من شخص من عرق الفيلترومايتس ممكن تقتل الاف البشر، وده بيوضح قد ايه فرق القوه المرعب بينهم وبين البشر العاديين. لكن في نفس الوقت الفكره دي بتقلب مفهوم الابطال الخارقين التقليدي حرفيا كله على بعضه، لان لو بصينا على شخصيه مثلا زي سوبرمان فهو برضه عنده قوه تقدر تدمر مدن كامله. الفرق الوحيد بينه وبين نولان ان سوبرمان اختار يبقى بطل اما نولان اختار يبقى وحش، وده السؤال المرعب اللي القصه بتطرحه، ايه اللي هيحصل لو شخص بالقوه دي قرر يستخدمها للشر؟ وده اللي بنشوفه هنا بالظبط. حتى ماركو هو لسه صغير وضعيف مقارنه بابوه قوته كفايه تدمر مدن كامله، مفيش تقريبا اي حد يقدر يوقفه. والاغرب كمان ان القتال بين مارك وكمان نولان في الكوميك اطول واعنف بكتير من اللي شفناه في المسلسل. وفي المسلسل الموضوع بيكون صراع ضخم جدا، وفي نفس الوقت دي قاعده بتتابع كل اللي بيحصل وهي في مركز قيادة مع سيسيل، وبتسمع كل الكلام اللي نولان بيقوله وكل اللي بيحصل قدامها. والقتال نفسه عنيف جدا فعلا، ومارك بيتضرب بشكل وحشي. واحده من اهم الفروقات هنا ودي نقطه اساسيه لازم نفهمها، ان مارك رغم كل الخبره اللي اكتسبها كبطل خارق لسه غير جاهز خالص للمستوى ده من القتال. والسبب ببساطه ان نولان مش بيقاتل وهو متعصب او منفعل، هو بارد جدا ومتحكم كمان في نفسه. انما مارك بالعكس تماما، مشاعره هي اللي مسيطره عليه، ولما بيتقاتل وانت في حاله عاطفيه غالبا بتخسر الا لو كنت قوي بكتير من الخصم بتاعك، وده ما بيحصلش هنا. مارك مش قوي من اومني مان، فبالتالي بيتم تدميره تقريبا في القتال ده. وفي نفس الوقت نولان نفسه بيبدا ينفعل شويه وهو بيصرخ في ابنه، انت ليه بترفض؟ ليه بتدافع عن ناس حياتهم ملهاش اي قيمه؟ وبيكمل بفكرته القاسيه ان البشر دول عمرهم لحظه مقارنه كده بالعمر بتاع الفيلترومايتس، وان بعد 200 او 300 سنه انت كمارك مش تبقى اصلا فاكر اغلب الناس اللي كانوا عايشين دلوقتي، وان بعد 500 سنه كمان كل اللي حواليه ده هيتمحي من الذاكره بتاعته كانهم ما كانوش موجودين. فبيساله انت بتقاتل علشان ايه؟ ايه اللي مخليك متمسك بكل ده؟ وفجاه نولان بيساله بعد 500 سنه هيفضل عندك ايه؟ ومارك بيرد عليه بابسط واقوى اجابه، انت هيفضل عندي انت يا بابا. الجمله دي بتعمل تاثير كبير جدا على نولان، لانه رغم كل البرود اللي هو عايش بيه مارك بيكلمه كأب بجد مش كعدو، وده بقى بيكسر حاجه جواه وبيخليه يحس لاول مره انه ضعيف بشكل مختلف. وفي اللحظه دي نولان بيبدا يتاثر عاطفيا وبيقرر انه ينسحب ويهرب من المواجهه دي، وده بيكون تقريبا نهايه الصراع في الموسم الاول من انفينسيبل. وساعتها بقى بيبقى السؤال الكبير، نولان راح فين وايه اللي هيحصل بعد كده؟ وده طبعا اللي هنكتشفه في وقت تاني. فلو انت بقى اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لك عشان خاطر يوصلك كل جديد اول باول، ونكمل بقى في الفيديو اللي جاي. سلام.